اخواتي بقى، قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي. النهارده اعمل لكم لاتيه ايس بصوص الكراميل، حاجه كده عظمه. جبنا الخلاط بتاعنا بقى وهنحط فيه 3 بولات من الايس كريم الفانيليا، وقلت لكم كذا مره ان مش لازم نجيب الجالون الكبير ده، ممكن نجيب الصغير خالص. وبعد كده هنحط فوق الثلاثه ايس كريم فانيليا، ال3 بولات الحلوين دول، هنحط معلقتين من النسكافيه، معلقتين صغيرين نسكافيه، ونقوم كده حاطين كده شويه صوص كراميل. ولو ما فيش صوص كراميل مش مشكله خالص. بعد كده هنقوم نازلين بربع كوبايه لبن بس. بعد كده هنقوم حاطينه في الخلاط وسايبينه كده يتضرب لمدة 10 ثواني، وما نكترش عشان الايس كريم ما يحلش معانا. تمام اوي كده. بعد كده بقى هنقوم جايبين الكوبايه بتاعتنا الحلوه دي شفاف، وهنقوم كده مجرنشين بصوص الكراميل اللذيذ اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هنقوم جايبين الخلاط بعد ما ضربناه، اللاتيه كراميل طبعا زي ما انتم شايفين نازل اهو تقيل، وده المطلوب قوي. يا ريت نعمله كده في البيت. طبعا نازل تقيل اهو، تحفه، حاجه كده عظمه قوي. الطلب مني بصوص الكراميل، حبيت اشارككم معايا اللحظه وازاي بنعمله علشان نعمله في بيتنا. هنقوم كده رشين شويه مكسرات بندق او اي مكسرات عندنا، مش مشكله اللي موجود في البيت، حتى لو في بسكوت ممكن نحطه فوق الوش. يعني طبعا زي ما انتم شايفين بقى صوص الكراميل الحكايه ده. بعد كده بقى هنغطيه وهنقدمه بالهنا والشفا اللي هيشربه. ما تبخلوش عنا باللايك والشير. بس خلاص.